بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي مشاهدي القنوات، الحياة بتتغير وإزاي حياتي بتتغير وحياتي بتتغير. أهلا وسهلا بيكم النهاردة. طبعا عارفين امبارح حرقنا الأكل. وبعد ما حرقناه طبعا آثار الشياط في الحلة كانت متدمرة خالص، فأنا نقعتها من امبارح، يعني حوالي يمكن 10 ساعات اهي من وقع في المية، وهبتدي انضفها دلوقتي. هي تقريبا آثار الشياط ابتدى يخرج من الحل، يعني ابتدى، شايفين من نقع بس تحت المية ابتدى يتحاش، شايفين حضراتكم. لكن في حتت طبعا محروقة جامد، مش الناحية دي كده اهي، دي محروقة جامد عايزة تدعك بالمعلقة. وبعد ما ادعكها بالمعلقة هنضفها عادي ببريل المواعين اللي بنستعمله عادي، وهنشوف هتنضف ولا مش هتنضف. ان ما كانتش هتنضف هنشوف هنعمل ايه. هشوف انضف فيها واوري حضراتكم. واهي الحلة بعد ما نضفتها بالسلكاية عادي وبالبريل المواعين، ما خدتش مني 5 دقايق، لان المية كانت دوبت كل الشياط اللي كان في الحلة. فما خدتش مني وقت، اكنها حلة عادية، يا دوبك تحشت بالمعلقة اثار الحريق اللي كان فيها والشياط والاثار الاكل اللي كان موجود. ونضفت الحلة وبعدين دعكتها عادي بالسلكاية تحت المواعين. يمكن في لسه حتت بني كده بسيطة لو اهتميت بيها، بس انا عشان بسرعة اوريكم الفيديو احسن يفصل. نطفت والحمد لله. فلا يحصل اي شياط لا قدر الله عندكم في اي حاجة من المأكولات. تنقع الحلة في شوية مية سخنين وتسيبيها اكبر فترة ممكنة من الليل للصبح. هتحشيها بالمعلقة هتلاقيها نطفت على طول. وبعد كده تروحي تدعكيها عادي بالسلكة او السلكه بتاعت المواعين وليفه المواعين اللي بتدعكي بيها، سواء سبونش او اي حاجه. وكده هتنضف الحله ان شاء الله باذن الله. لايك، شير، سبسكرايب القنوات الثلاثه. حياتي بتتغير وازاي حياتي بتتغير والحياه بتتغير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.